أطراف الأزمة في اليمن تتحدث عن تقدم في حين الأمور تراوح مكانها، يعني هل تعتقد أن الأمور يعني في تقدم لصالح جهة ما؟ في الحقيقة أعتقد بأنه فعلا هناك تقدم للمقاومة الجنوبية، وقد أثبتت الوقائع على الخريطة العسكرية على الأرض بأن هناك تقدم. مدينة عدن تم السيطرة عليها كاملا باستثناء بعض الأطراف. هناك جيوب انقطعت بها الاتصالات من ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح، وهي تحتضر في هذه اللحظات. نعم. الفكرة الأساسية ما بقي هو ما حول قاعدة العند الاستراتيجية العسكرية. أعتقد بأن هناك قرار سياسي وطبخة تسري تحت الطاولات بين قوى معينة لديها حساسية من وضع المقاومة الجنوبية واسم المقاومة الجنوبية، لأنه بمجرد أن تسقط هذه القاعدة ستلتحم محافظة الضالع مع لحج مع عدن، وهنا يصبح امتداد جغرافي جنوبي خالي من كافة القوى الشمالية الحوثية والتابعة للرئيس صالح. فسر لي أكثر، يعني فسر لي أكثر هذه الطبخة التي تتحدث عنها. هذه الطبخة هناك قوى قريبة من غرفة العمليات، بالطبع هي شمالية، منها علي محسن الأحمر وغيره، وهي لا زالت تأمل بأن تبقى هناك، أن تحقق جزء من الانتصارات لتبقى جزء من مشروع الوحدة الميتة بين الشعب الجنوبي والشمالي التي فبمجرد أن تسقط قاعدة العند، لأن المقاومة الجنوبية تحيط بها من كل الاتجاهات. نعم. من اتجاه الضالع ومن اتجاه لحج ومن اتجاه بعض المناطق التابعة لعدن. لذا قاعدة العند إن سقطت وهذا ما يؤخره القرار السياسي، سوف تصبح المقاومة ملتحمة من أطراف الحدود الجنوبية مع الشمال إلى البحر، وهنا تصبح مناطق آمنة جنوبية بحتة 100%، وهذا ما لا يرغب به هؤلاء الذين أتكلم عنهم، الذين هم يقبعون في غرفة العمليات في الرياض وتابعين لقوى تريد تأصيل الوحدة من حزب التجمع اليمني لإصلاح الذراع اليمين للإخوان المسلمين في اليمن، وبعض القوى العسكرية التي طردت من الشمال وتحاول أن تضع لها موضع قدم في الجنوب، وهذا لن يحصل مطلقا. المقاومة ستنتصر لا محالة اليوم أو غدا أو أي وقت، ولن يكون هناك قبول لأي من هذه الشخصيات مطلقا. إذا أرادت أن تعود فلتعود إلى بلدها وتحرر مناطقها في الشمال. وصلت الفكرة من نيويورك الناطق الرسمي باسم ملتقى شباب جنوب اليمن في أمريكا أحمد الصالح، شكرا جزيلا لك. أعتذر على المقاطعة، داهمنا الوقت. شكرا لك.